أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نكتب حرف الألف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في فيديو جديد. النهاردة عايزين نقول فكرة بس كده بسيطة ممكن نستخدم أطباق الفوم فيها. لما يكون طبق الفوم عندي نضيف وما استخدمتوش، يعني مثلا كان فيه لانشون جبنة وهو أساسا نضيف، فبمسحه كده أعمل منه طابلو شيك جدا وظريف. أنا بجيب مثلا كرتونة وأغلفها بقماشة سودا قطيفة أو أي خامة غامقة يعني، وبعدين أجيب الفوم وأقطع منه جزء اللي هو المستوي، وبعدين أبتدي أجيب قلم رصاص واكتب بيه الكلام عليه اللي أنا عايزة أعمله، بس طبعا حرف حرف. طبعا أنا بكتب كلمة اللهم بارك هذا البيت. كلمة اللهم بارك هذا البيت فيها ألفات كتير وفيها نقط وفيها الحاجات دي، فالألفات كلها ممكن أقصها كلها مرة واحدة. الألف مثلا طولها حوالي 3-4 سنتي أو 5 سنتي حسب المساحة اللي هتعملي عليها، وبقية الكلمة لازم تكون متناسقة ومتناسبة مع الكتابة. أنا ممكن ننزل صورة مطبوعة ونعملها بالكربون على الفوم، ونبتدي نمشي عليها بحيث ان احنا نمشي على يبقى الكتابة مظبوطة، ما يبقاش في حروف رفيعة وحروف تخينة، لحد ما في الاخر بنحصل على الاجزاء تقريبا سمكها نفس السمك، وبعدين بنلزقها على الخلفية اللي احنا جهزناها، وهتبقى بالشكل الجميل دوت. ممكن تتصب بيضة وممكن تتلون بفرشة صغيرة او بمونوكير، وهتدينا شكل جميل وتتعلق على الحيطة، وفكرة جديدة وجميلة. ونستخدم الأطباق الفوم بدل ما بتترمي، وممكن نعمل وردات على الجناب ونزوقها بأي طريقة وأسلوب يليق بينا ونحبه. وإن شاء الله نتقابل فيديو جديد، ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أصلا الشبكة ضعيفة. كل ما ننزله يطلع تاني. والله ده يعني حاجة غريبة جدا. كل ما اسمع حد انا معايا بتقول لي السيد ده عشان ضحكت. بتقول ايه؟ السيد ده عليه عشان ضحكت. طب ايه؟ حاضر. ماشي هو دي الألف بتاعت كلمة البيت. انا اللهم عشان بارك، من ده خلاص. اللهم بارك هذا البيت. تعرف تكتب بقية الحروف؟ خلاص. لا على البتاع على طول.
لا